السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخواتي الكريمات؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إحنا دايما نعرفوا باللي المرأة السمينة، كي نقولوا سمينة ماشي نقص بها سمينة، المرأة المعمرة دايما هي الزوجة المثالية، وهي ال وهي المرأة المثالية في نظر كل أم، في نظر كل يعني كل وحدة حابة تخطب لخوها ولا حابة تخطب لبنها، ولا يعني كيما إحنا نشوفوها كيما هاك. وللأسف هذه النظرات على المجتمع كامل، بينما الصح والأصح إنه المرأة السمينة، يعني ما نهدرش على السمنة المرضية، ما نهدرش عليها، هذيك ربي يشافي كل وحدة إن شاء الله، هاذوك بلا ماكلة يسمنوا. أما السمنة راهي نصها مرض. هذيك المرأة اللي تكون سيليباتير وتكون سمينة معمرة مدحدحة كيما نقولوا، والله غير عبارة عن كتلة تاع أمراض تمشي، ولو أنها ما راحش يبان المرض تاعها حاليا، ولكن مع الوقت مع الشي اللي راح يجيها كيما نقولوا بعد الزواج وبعد الحمل وبعد الرضاعة وبعد كذا وكذا وكذا، راح يولي لها كتلة أمراض. لذلك المرأة كي تكون ما كاش كيما الصحة، والصحة راهي حاجة عزيزة وغالية، من غير الصحة كلشي يفنى. عسوا رواحكم يا البنات، عسوا رواحكم واش تاكلوا، عسوا رواحكم واش تشربوا، عسوا رواحكم الأوقات اللي راكم تاكلوا فيها ونوعية الأكل اللي راكم تاكلوا فيه. راه المرض يبدا من المعدة تاعك، ياك المعدة هي بيت الداء. راه أي شي يظهر على وجهك ولا يظهر على الكور تاعك، على الجسم نتاعك، كله كيما راه يبدا من المعدة. واش راكي تبعثي للبطن نتاعك راح يرجع على وجهك ويرجع الصحة نتاعك. إلا كنتي تاكلي ماكلة مليحة، هاي تصحي وتنوري وتدير لاباس عليك، ماكلة صحية. إلا كنتي غير تعمري برك وتاكلي واش تتشهي وعلى واش يطلب قلبك، صدقيني غير توصلي لواحد كيما نقولوا توصل واحد الأمور ماشي مليحة. سمعتوا هذاك الطبيب المصري المتوفى، أو إحنا نقولوا متوفى، هو باين واضح للجميع كيفاش طريقة الوفاة نتاعو، وفاة غير عادية، اللي هو آآ العوضي، والله ماني عارفة الاسم نتاعو كيفاه. هذاك الطبيب سبحان الله، يعني الشي اللي كنت أنا نديرو وهو صادفته وقتاش عرفت الطبيب هذا، عرفته كي تنشر البحث عليه من طرف الزوجة تاعو، ثم توسعت دائرة البحث ودائرة السوشيال ميديا، يعني ولات كامل يهضروا عليه، وليت أنا نشوف المواضيع اللي كان حاطهم، على واش يهضر الإنسان هذا، واش هما لي سوجي اللي يحكي عليهم اللي خلاوه يعني يتشهر، ولا كيما نقولوا الناس كامل تهضر عليه، سواء من الناس المعارضين ولا المؤيدين. شُفت يعني الشي اللي كنت أنا ندير فيه هو نفسه اللي يهدر عليه، مع تباين كاين بعض الأمور اللي أنا ما درتهاش وهو يوصي بها. نعطيكم مثال، أنا راني كنت نعاني من السمنة، نبدأ بروحي، كيما المؤمن يبدأ بنفسه، أنا نبدأ بروحي. أنا كنت نعاني من السمنة، ماهيش سمنة كيما كبيرة ولا، كنت لو فات شوف كي يزيد الوزن تاعك على الطول تاعك، يعني ب20 كيلو، ب15 كيلو، هنا راكي دخلتِ في المحظور، مهما كان طولك ومهما كان العمر نتاعك. أنا عانيت من السمنة لأسباب عدة، أنني كنت ماكثة بالبيت، ما نتحركش، وحتى نوع الغذاء اللي كنت أنا نستهلكه هو يعني كله أغلبه مع عجائن، يعني كيما نقولوا ناكلوا في كل وقت، لدرجة أنه إحنا الأمهات الماكثات في البيت، وأنتم على بالكم الشي هذا كاين بزاف كيما شو كي تبات الماكلة تقعد مثلًا ماكارون، سباغيتي، يقعد طعام ولا شغل غدوة من داك تغيظك باش ترميها، ولا واش نديروا لها، نسخنوها وناكلوها، معناش حابين ناكلوها غير باش نربحوا الأجر وباش ما نرموهاش، يعني تجي في صحتك ما تحطيهاش برا هكا ولا تخرجيها. نخافوا من ربي، نخافوا ربي يحاسبنا على النعمة، والخطأ راهو من البداية ندخل في الاقتصاد، أننا نطيبوا أكثر من الشي اللي نحتاجوه، نطيبوا أكثر من اللي نستهلكوا، يعني نمشوا بالعبر. هذا شو قلت لكم، أنا راني ندي دروس بزاف في المسيرة نتاعي.
نرجع للموضوع. يعني كنت ناكل بزاف العجين، كنت ناكل العجين، السكريات بلا حساب، بلا حساب، الشيكولا، الجاتو، سواء الجاتو تاع برا والجاتو اللي نخدمه في الدار. ناكل الحلويات، ما باش ناكل كلش، كل كل ما عنده علاقة بالسكر كنت أنا ناكله. ناكل يعني كيما كان نديرو مثلًا نجيب une tarte تقريبًا ناكل النص نتاعها ناكله أنا، نعطي لولادي شوية شوية والباقي ليا، ونصيهم بالاكوت نمسوها، بالاكوت نمشيو هاذيك راه تاعي أنا، ناكلها اليوم وناكل غدوة، المهم ناكل حتى نكملها. كنت مدمنة سكريات ومدمنة حلويات، حتى في الليل 12 تاع الليل راهو عندي الجاتو عند راسي ناكل، دير الحلوى الطابع شغل جاتو سيك نحطو عند راسي وراني ناكل في الليل. بينما الليل المفروض إنه المعدة تاعنا ترتاح مسكينة كامل وهي كامل هي تجبد، نورمالمون في الليل راه الفترة تاع الراحة نتاعها، أنا حتى نُص الليل وراني ناكل. وهذا الشيء وهذا الشيء نابع من عدم توازن، مرات ستريس يخلّينا ناكلو بزاف، مرات الفرحة تخلّينا ناكلو بزاف، مرات نكونوا ما عندكش واش ديري تقعدي تقرمشي. هذه هي، إحنا النساء ككل تقريبًا كاع صنف واحد، قليل يعني تلقاه تحافظ يعني على نوعية الغذاء وأوقات الأكل. إحنا في كل وقت ناكلو، كي تحط العشا تقولي ما عطانيش قلبي، أنتِ راكِ رانا شبعانين، رانا نازل واكل طالع واكل كي المنشار، كي المنشار. مالا أنا شغل قعدت مع راسي أنا دوكا نقولو الدوارة هذه الكرش كيما نقولو، البطن خارج فوق الحد، تعودي ما تقدري كي تقعدي ما تقدريش تنوضي الركبة نتاعك ما تقدريش تنوضي، اللغلوغ نتاعك طايح على صدرك. علاش الشي هذا عليك؟ وتكوني وما تكونيش يعني قال كيما كبيرة ولا خلاص كبرتِ زوجتِ ولادك وجبتِ العرايس وشفتِ الأحفاد ويعني تقولي غير نعيش وخلاص، معليش بركة في واش عليه رانا غير بركة إحنا، نكملوها كيما جات، ناكلو واش نحبو ونشربو واش نحبو ونموت كاينة وتكون. لا، ال 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 الشي ال ال الشي الصعيب أن الأم هذه اللي راهي تعاني من السمنة، وتعاني من مريضة مركبها، وتعاني من السكر، وتعاني من الضغط، راهي مازالها تربي. بالك تلقاي أكبر أولادها عنده 10 سنين، مازالكِ تربي، مازالكِ عندك ذراري صغار، ومازالكِ ممكن تجيبي حتى أطفال وحدوخرين. لذلك الصحة غالية وعزيزة، إلا أنتِ ما تهليتيش في روحك واحد ما حيتهلا فيك. أنتِ طبيبة نفسك، أنتِ طبيبة نفسك. إلا ما ل إلا ما لزمتيش روحك ودرتي الكوراج ودرتي الإرادة، قال أنا اليوم نحبس، خلاص. إحنا عندنا مشكلة أننا كي نوصلوا لمرحلة الخطر باش نحبسوا ولا نعاودوا نديروا ريجيم ولا كي تلحقي المرحلة أنه خلاص تروحي للطبيب يقول لك عندك السكر لازم ديري ريجيم، تبداي ديري في الريجيم خوفًا من التبعة تاع السكر، ولا يقول لك عندك ضغط تخافي بعيد الشر كاين التبعة تاع الضغط كي تعرفوها، شلل كذا كذا ما نهضروش عليهم. تولي نتيا من الخوف يولي لك هو الرادع. علاش أنتِ ما ديماريش من الأول، من حُب أنِك أنتِ تشوفي روحك مليحة، أنتِ كي تلبسي هاكا جبة ولا تلبسي عفسة هاكا تشوفي فيها روحك مليحة. علاش قاع اللي يتزوجوا يدوروا يتكعبروا ومع باش كيفاش يولوا ينساو رواحتهم وكي يشوفوك le malheur تعرفوا راهي الكارثة، الكارثة إنه النسا كي يشوفوك سمينة يفرحوا بيك. أوه! ما شاء الله، ما شاء الله، حيط، ما شاء الله، ترفدك وتهرب، واش ترفد؟ أنتِ هاذيك السمنة يا عمرها لا بدات بالسيف مسكينة، فهمتوني الأخوات؟ صحتك ثم صحتك ثم صحتك، واحد ما يدبّر عليك، واللي يحبك كيما راكي، ما يحبكش خاطرك سمينة ولا يحبك خاطرك كذا ولا صحتك ثم صحتك ثم صحتك، أنتِ ماكش عاد ما كاينش عارضة أزياء، كنتِ تعارض أزياء ما تتزوجيش خلاص، راكي عايشة حياة العارضات. أنتِ راكِ مشروع مشروع ربّة بيت سواء كنتِ موظفة ولا قاعدة في الدار، مشروع تكوّني أسرة تجيبي أجيال وتربّي ولادك مثلًا على الطاعة ورضا الوالدين، تربّيهم كيما نقولوا تربية سليمة وصحيحة،
ومع ذلك مع الاهتمام بنفسك بولادك وبنفسك، لأنه كي تهتمي انتي بنفسك وبالغذاء تاعك هذا راح يرجع بالفايدة على الغذاء تاع ولادك. لكن انتي كي تحبسي مثلا نحكي لكم على نفسي أنا كي حبست أنا دوك شوف راه عندي مدة طويلة ملي حبست الفرينة حبستها نهائي، والسكريات كذلك حبستهم لأني ما لقيتش فيهم فايدة. عبالكم كي نرقد عندي نشوف لي كوشماغ، كي نوض الصباح ما نقدرش نوض كلشي يوجع مع إني رقدت وقت كافي كلشي يوجع فيا، كي نقعد ما نقدرش نوض، وإلا نوضت صعيب باش نتربع صعيب، وإلا هبطت الدروج نسوفري، وإلا طلعت الدروج نسوفري، وإلا شو نقولكم يعني ما نقدرش نخدم ولادي وأنا مرتاحة، معاناة يومية. علاش؟ نقعد سمينة باش تجيني الجبة شابة، تجيني نلبس لي غوب اللي نلبسهم يجوني شابين، ولا نعمر الحجاب تاعي، ولا نعجب الناس، ولا ما فهمتش أنا علاش. أنا حابة نعجب روحي، أنا حابة نكون إنسانة سليمة، نكون صحيحة في الجسم تاعي وفي المخ تاعي. صدقوني والله 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 لو كنت تحبسوا غير الفرينة، ابدأوا بالفرينة، معليش خلوا السكر على جنب، ابدأوا غير الفرينة، والله تحبسوا الفرينة وتعوضوها. شوفوا يعني امشوا بالتدرج، تعوضوا الفرينة بالسميد، سميد العادي. مور السميد امشوا مرحلة، كان لقيتوا روحكم يعني بديتوا تتحسنوا نحيوا السميد وبدلوه بالسميد القمح الكامل. إلا لقيتوا بلي راكم تأقلمتوا مع الوضع نحيوا سميد قمح الكامل وديروا الشعير، خبز الشعير، وابداو بشوية. هذا الإنسان السليم يمشي كيما هاك. أما الإنسان اللي عنده مريض عنده السكر، ولا عنده ما عرفش أنا عنده مرحلة ما قبل السكري، ولا ماذا به يعني يحبس الفرينة نهائي ويستبدلها بالسميد القمح الكامل. ماذا بكم يعني؟ أنا نشوف النساء شوفوا يعني كي نخرج برا دوك المحلات الكارغوطا كما نقولوا الكارغوتيي، ولا لي بيتزيريا، ولا والله غير وياكلوا عجب، ياكلوا عجب. تجيبي لي شاورما، تجيبي طاكوس، تجيبي دو بلا بيتزا، وتجي تحطي الجازوز وتزيدي تحطي معاهم، بعد تزيدي باش تحلي، ومن بعد وين راكي رايحة؟ وين يا آنستي يا سيدتي وراكي رايحة؟ ترى موراك أسرة تستنى فيك، وين راكي رايحة بالسمانة هذه؟ وين بيها؟ حتى ما كاش مسابقة تاع الوزن الأعلى كامل روحي شاركي فيها. حافظي على صحتك، نبضة القلب تزيد، الدماغ هذاك يولي ما يشارجيش، تولي كي ترقدي الكوابيس، تولي تنوضي مخلوعة، تولي ما مرقد دي فوا كي ترقدي ما ترقديش مرتاحة، ما ترقديش ما يجيكش النوم في الليل، ما ترقديش. عباكم كان ديروا التجربة هذه، ابداو ديروها كبداية فقط، ديروها كأسبوع، جربوا مدة أسبوع وردي لي بالخبر. أنني نهدر معكم عن تجربة، ماشي عن قراءات ولا شفت ولا قالوا لي، عن تجربة شخصية. شينت، ضعفت، ولكني وش ربحت؟ خسرت وزن، ربحت صحتي. خسارة الوزن لا تعني خسارة الصحة، خسارة الوزن يعني تربحي صحتك. احنا نقولوا الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. كي صح الجسم تاعك التفكير تاعك يولي شغل تنحلك واحد الضبابة هكا كانت على الدماغ تاعك، ولا ما على باليش أنا، المهم هذا الشعور اللي نحكي لكم عليه، تروح هذيك الضبابة، تولي عبد جديد. حتى الوجه نتاعك تولي عبد جديد، إنسانة جديدة، كلش فيك يتبدل. ملاحظة اللي يلاحظوها الناس عليك شو شي ما يسقسوكش وش ربحتي، ما يسقسوكش، ما يحبسوش يفهموا، لأنه الناس للأسف تحكم بالمظهر. هذه مشكلة عندنا في المجتمع تاعنا، يحكموا على الشخص بالمظهر. احنا نحبوا شوفي احنا كي نشوفوا وحدة في الغرب، احنا وحدة قاورية، نقولوا قاورية، واو ديك لاطي شحال شابة، واو. بصح حنا عندنا ما يحبوش هذيك لاطي، عندنا احنا يحبوها معمرة مدحدحة، يحبوك سمينة، وما يهمش مرضي على روحك. نهار اللي طيح بك تمرضي، يحمك السكر ولا طونسيون ويفشله في الركايب وما على باليش انايا وكذا وكذا وكذا، وتبعات هذوك
أو أنايا نتيا رحتي فيها خلاص، أو نتيا وليتي. وهذه شوفي قبل ما يقول لك الزوج تقولها لك عجوزتك، عجوزتك. شبيه هذه المرأة رحت فيها هذه، هذه تباني في عمرك 70 وش بيك صرالك هكا. وهذا كون من حابة تعجبي الناس، اعجبي الناس، زيدي بصحتك، كولي حتى تشبعي، كولي. شو نقول لكم أخواتي، تهلاو في روحتكم، والصحة ثم الصحة ثم الصحة. ما ينفعك لا زوجك لا أولادك لا داركم لا حتى واحد ما ينفعك. أنا سمعت واحد المثل اللي حصل عنده واقيلا 20 سنة. تلاقيت مع واحد السيدة واش قالت لي باباك يحبك هنية، وأخوك يحبك غنية، وزوجك يحبك قوية. وقوية هذا حطوا تحت أسطر، لأنه المرأة لما قدرتيش تقومي بدارك يعني انتي صار نهاية الصلاحية تاعك، والحديث قياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.